واش خرجنا بومدين وبنبلة وبوتفليقة والشادلي واليمين زروال والجنرال نزار وقايد صالح وشنقريحة. هب أيها الجزائري الحبيب، أيتها الجزائرية الحبيبة، إيماجيني باللي انت عندك فيرما وماسية فيها الدجاج وتبيعي البيض، ويجي لك شيخ في عمره 76 سنة ويطبطب عليك يقول لك نحوس على خدمة، تي الناس ملاح، وش من خدمة تعطيه؟ اسكو تعطيه يعس لك الدجاج والبيض، ولا تعطيه تقول له تا هو المسؤول تاع حراسة الفيرما وكل بيض والدجاج 76 سنة وش تديري فيه؟ معروف صداقة مسكين. هكذاك أيها الشباب الجزائري، جالكم شنقريحة في عمره 76 سنة وقولوا تعطوه باش يعس البيض، وليتوا تعطوه باش يعس الجزائر. هكذاك جالكم تبون قولوا باش تدزوه لا رطرات وتقولوا له أنت خبيث وكنت مع كل المجرمين وكل المنافقين. Et tu as mangé dans tous les râteliers, à tous les râteliers، وكذبت علينا ونافقتنا. لكنك ملي حكيتوا لي راهي سالينا. لماذا؟ لأننا نحن نخافوا من المافيا، نخافوا من الناس اللي يحطوا لنا الكابوس انفاس، يخوف فينا بالعسكر تاعنا، العسكر الذي هو مختوم بولادنا، العسكر اللي عنده السلاح اللي شريناه بصواردنا. الجيري سي طون بيي، بلادك، والمؤسسة العسكرية تاعك، وشنقريحة يخدم عندك، وبتبون يخدم عندك، والتالي تزعكو والله التالي تخليه. الدستور أصبح الآن أهم من حياتك، أهم بكثير من مستقبلك. واليوم المينيستر تاع الدين الذين بالوا عليه حشكم، لأنهم دخلوا إلى التاريخ من باب ذلك الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله. هذو بالوا علينا وبالوا على كرامتنا وبالوا على الجزائر، حتى أصبحت الصحافة الإعلامية تقول لك باللي 45 anciens ministres algériens qui sont en prison. Le numéro 1 de la police algérienne est en prison. Les deux numéros 1 de la sécurité militaire algérienne sont en prison. Le frère du président de l'Algérie est en prison. L'ancien premier ministre algérien est en prison. L'autre ancien premier ministre algérien est en prison. Tout le monde est en prison. والجزائر est en prison. رانا ناكلوا في جميلة واحدة ونستناو في الفرج. الاستفتاء على الدستور كي تفوتي بنعم قال لنا وزير الدين هذاك هو حب رسول الله. وelle va passer comme une lettre à la poste. لماذا؟ لأننا على البولي ما يحبناش كما قالنا عمارة بن يونس عقبت comme une lettre à la poste. ونعدين باباكم كما قال لنا سيد السعيد عقبت comme une lettre à la poste. و je suis la réincarnation, l'incarnation du peuple algérien كما قال لنا بوتفليقوس الرابع عقبت comme une lettre à la poste. وكل الخطابات تاع قايد صالح اللي قال لنا فيهم تدخلوا للدار ولا نطربق جد باباكم عقبوا من لتر لا بوست. وشنقريحة الذي هو عسكري ولا يخطب علينا كل 3 أيام ويقول لنا بلي لازم تروحوا تفوتيو. ما عمرك تهدر اوني دي سيفيل ايها الشيخ الهرم. اكتبوا لتحتك مازالوا لك يومين تولي دير لي كوش كما كان يديرهم قايد صالح. جي تخطب على 75% شباب جزائري حلمه الزواج والعيش الكريم والسفر ويشري طونوبيل ويدير أولاد صغار ويقريهم. فيفغ تو سامبلومون نو ما تعيشوش. إذا ما عجبتكمش روحوا شوفوا بلاد أخرى. ما عجبتناش مسيو لو سينيستر، ما عجبتوناش
لكن سوف نقبل. لماذا؟ لأننا طححنا، لأننا مذلولين، لأننا لا نريد أن نبني مستقبلا لأولادنا، لأننا قابلين بلي فينيات تاع لوطوروت وما كانش اوطوروت، قابلين بلا فينات تاع الطريق وما كانش طريق، قابلين بلي زامبو ما عندنا والو، سكرونا تريستي كيما يحبوا، سكرونا انترنت كيما يحبوا. مسينا لنا اون ايكيب ناسيونال فيها 90% من لي جوور ني ا ليترونجي et qui ont un passeport étranger et qui ne parlent pas l'algérien. مليحة très bien. لكن عندما يكون جزائري عايش ليترونجي وعنده ان باسبور ايترونجي ويهضر العربية والقبائلية والرومية والإنجليزية والألمانية ويقول لهم يا جماعة هؤلاء الناس هم يسمروا ما يلاقيو، هم يتزوا بكم، يمشي قاعد في فرنسا وتحل في فمك، اروح لهنا للجزائر هبطولك السروال تضرب العدس والحمص. تبارك الله عليكم، تبارك الله على لا شامبيونات دو موند تاع الطحين دينا احنا. نشوفوا في لي ميم تيت اللي كانوا مع بوتفليقه، لي ميم مينيستر اللي كانوا مع بوتفليقه، لي ميم فولور اللي كانوا مع بوتفليقه راهو يجوا فيهم تبون ان باران، يقولنا الطز ماركيو في الحيط. لماذا؟ لانه يعرفنا، فينا غير تشراك الفم فقط، وساعة على ساعة يخرجوا لنا واحد منا بولحية، والله واحد بوغندورة، والله واحد استئصالي، والله واحد باش يخوفونا ويقولوا لي جون الجيريان شفتوا حوسوا يقسموا البلاد، وما قسموا الكعكة منذ 58 سنة. ولادهم عايشين في جزائر لا نعرفها، وهم عايشين في جزائر لا نسمع بها، وحابين ما نسمع إلا ما يريدون منا أن نسمعه. Les Algériens et les Algériennes sont en prison. بعد محسن بالعباس نحاولوا ليمينيتي بارلونتات، ومن بعد كالب طابو عطوه طريحة في الحبس، ومن بعد دوكا لي زالجيريان كي كريتيك لو بريزيدون يعطوهم اقصى عقوبات، ومن بعد ريح في الدار ما تقدرش تصلي، وعلاه باسكو كاين كورونا، ومن بعد هاو الافلام الارندي داروا اجتماع 5000 جا سفياني جلال سفياني قالنا اليوم، قالنا بصح اون فوا بار موا، بصح الجمعه شاك سيمان، الجمعه يصليوها ملايين وهذوك عندهم 4000 ولا 5000، سي با لا ميم شوز. كنت طلع عليهم وكل تلقاهم غمسوا معاهم في التسعينات، كانوا أكل في السيانتي لو كونساي ناسيونال دو ترانزيسيون. واش من ترانزيسيون؟ لا ترانزيسيون من ليفي دو بوبل حتى لوندورميسمون دو بوبل الجيريان. يقلبوا اباتيك، عطاهم طوموبيل وبشطوله وشالي يخراو فيهم ومرتهم حاشاكم، ومن بعد خراو علينا الكل. احنا قابلين. لماذا؟ لأن الزيغو يطربق في الكارتي، ولفنا الريحة النتنة، ولفنا عين نعيشوا في الخماج ماتيريال، الخماج مورال. إهانة الشعب الجزائري أصبحت لنا نورمال. شعبك يهان أيها الجزائري، بلدك تهان أيتها الجزائرية، لكننا ننهش في عظام بعضنا. لماذا؟ لأنهم نجحوا في حاجة مهمة، جعلوا منا نكره بعضنا. لم يكن كذلك لخرجنا في فاتح من نوفمبر في باريس، لأن باريس هي القلب النابض لهذا النظام، وقلنا الباريس باللي بسطة، هز يدك عن الجزائر. والله لو لا فرانس ليف لا مان
لو طون دون بيكو سكوند على الجزائر لا استقلينا، لكن نو حابين الثروات تاعنا تروح لي فرونسي لولاد عمهم ثاني، وهذه قصة أخرى. المناجم تاع الذهب والفضة تباعت، والبترول والغاز الصخري تباع، والأراضي تاعنا راهي تباع شبرا شبرا كما بيعت كرامتنا. احنا نتفرجوا. لماذا؟ لأننا طححنا. والله كان جينا رجال ما نسكتوا دقيقة واحدة عن هذا الظلم. لكن on a d'autres centres d'intérêt. كاين البلوطة، كاين غدوة كلاسيكو، كاين مليون اللي راح يدخل في البوسطة، كاين الزواج، كاين الطهارة، كاين الحمامات اللي راح يحلوا. واحد ما حاب يخلي لابنه وطن فيه كرامة وأمل وحرية. نو. وفي الخارج ممشوز، كل الأحزاب تحوس هي اللي تولي هي الشيكور، هي اللي تقود الحراك. كاع واحد ما حاب الجزائر تنتصر، نو، حاب الاتيكيت تاعو هي اللي تنتصر، وحاب اللي شاف تاعو هو اللي يولي النبي الجديد للجزائر. وكل ما عدا ذلك هؤلاء أكل دياراس، وهذوك أكل يخدموا ضد مع النظام، يأكلوا مع النظام. وندمر في بعضنا ببعضنا، والنظام يتفرج ويشرب في البتيلي ويضحك. فهمتوا؟ لا تبونا ويهضر افيك اون اسيورونس باسكو ما يخافش منا. فهمتوا؟ لا مينيس دي سبور يجي يقول لكم شونجي دي بيي باسكو ما يخافش منك. فهمتوا؟ لا بن يونس كان يسبنا، وسيدهم السعيد كان يسبنا، والسعيد كان يسبنا، وبوتفليقه كان يسبنا، وكان يقول لامهاتنا قعدي بنك مش في جيبي، باسكو ما يخافوش منا. Le jour où le peuple prendra sa destinée en main، عندما الشعب يقرر وهو اللي يتحرر، ما يحرر حتى واحد، انت اللي تحرر روحك. نهار نروحوا لباريس لو 1 نوفمبر ونجوهم في 1 مليون ونقول لهم فوتينو لا بي، ونقولوا للمؤسسة العسكرية ريحي في الكازرنا، ونقولوا لها الشباب الجزائري روح تا سي توا كي ديسيد، سي توا كي جير، on a besoin de jeunesse. يخطئون ويصيبون، أنتم هلكتم الحرث والنسل، طربكتوا جد الجزائر. Vous n'avez rien réussi. خليوا la jeunesse. Ils vont se tromper, mais ils vont réussir. لماذا؟ لأنها سنة الله في خلقه، التداول على السلطة. حكمتوا جد باباها من 62 وخلقتوا علينا بالدوبل ديس، وحنايا قعدنا على لاجونت. أختي الجزائرية، أخي الجزائري، واحد ما يخم عليك، بيرسون y compris les Algériens de l'étranger، يخموش عليك باسكو عندهم حياتهم، وكرهوا من جد هذه البلاد التي لا تمثل لهم إلا المشاكل. دونك تا لازم تالي تتحرر، أنت الذي تتحرر. تقبلش الظلم، تقبلش الحقرة، تقبلش أنه الشيوخ يجيوا يسيروا حياتك. كيفاش تخلي الشيخ يسير لك حياتك ويكتب لك مستقبلك alors que هو ne va pas participer في المستقبل هذا؟ مش راح يعيشوا، impossible. راهو يحكم فيك سارق كاذب منافق سكير. الجزائر حاكمها un soulard, un ivrogne, où tous ceux qui sont autour de lui sont de la même trempe, si ce n'est pire. كيفاش تهضروا على الجمعة وانتم على بالكم باللي فرعون ويحكم فيكم؟ طيحوا فرعون وبعد حلوا الجامعة. لن ننتصر
إلا إذا انتصرنا على أخطر شيء يحكمنا، الخوف. وصلنا 165,000 اورو خاوتي، كثر خيركم. عبد القادر عطانا 50 ومليكه 50 وليلى 30 وعمر 100 وزهيه 250 وناديه 15 ويوسف 50 وبوجمعه 25 وحاكم 10 وكمال الدين 800 وكريمه 60 وموح 2 اورو، عبد الحكيم 1 اورو، سهيل 5 اورو، سليم 60 اورو، صالح 50 اورو، صباح 50 اورو، بدي 100 اورو. في البنكه بعث لنا عبد اللي 25 دولار ومنير 20 اورو. رزقكم الله الجنة وبنى لكم بيوتا بالقرب من رسول الله وفتح لكم أبواب فضله وجعل لكم مخرجا من كل ضيق ونصركم عندما تنتظرون النصر في يوم أسود وسدد سهامكم ضد كل عدو وشرح لكم صدوركم وجعل لكم شموعا تضيء لنا الطريق كما أضأتم لنا الطريق لبناء هذا البيت الطيب. thetahaddi.com/donation والإيبان أو يجي لنا لتحت. بعثوا لنا شوية كمون خاوتي، مازلنا شوية ونلحقوا لا صوم إسبيري 250,000 إن شاء الله ونخلصوا هذا المشروع الطيب. يونتون لاباج. لا توجد قوة فوق الأرض يمكنها أن تقف في وجه فكرة حان وقتها. الله أكبر. وتحيا الجزائر. تصبحون على خير. في أمان الله خاوتي. أنت الله في بعضكم.